السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا الصف الأول الإعدادي وهنعمل مع بعض استراتيجية الكرسي الساخن مع الطالب عبد الرحمن هاني. يلا نبدأ الأسئلة. يا عبد الرحمن مين يسألك؟ عبد الرحمن حسن. اذكر مثال لغاز نشط. برافو عليك، غاز الأكسجين. ممكن إيه تاني؟ أكسجين، هيدروجين، نيتروجين، فلور، كلور. اي حاجه من دي صح. طيب السؤال الثاني، مين يسالك؟ اختار. كريم احمد. يلا رمز ار رمز برافو عليك. رمز للارجل. كمان سؤال. الاي جي رمز العنصر. اي جي قول يا عبد الرحمن. الفضة. طيب تعالى اقعد مكانه. يبقى الاي جي الفضة. يلا نسأل عبد الرحمن. مين؟ عمر حداد. عمر حداد. يلا يا عمر علي صوتك. السي يو رمز ايه؟ سي يو. سي يو. نحاس. برافو عليك. صالح. يلا. بي رمز الايه؟ رمز الرصاص. بي رصاص. اسئله تانية بقى غير الرموز. عبد الله فين؟ اتش اي رمز العنصر الهيليوم. غيروا في الاسئله، مش عايزين رموز تاني، غيروا في الاسئله. عبد الرحمن حسن. يحفظ الصوديوم والبوتاسيوم تحت سطح الكايوس. برافو عليك. تعرض عليه الهواء الرطب فتتفاعل معه. برافو عليك. لمنع تفاعلها مع اكسجين الهواء الرطب، لان الصوديوم والبوتاسيوم من العناصر النشطه جدا كيميائيا. عمر عبد الوهاب. اس اي رمز السيليكون. سيليكون. قلنا بلاش رموز سالنا كتير، عايزين تنوع في الاسئله. عمر هشام. يلا يا عمر. مثال واحدة، مادة جيدة في توصيل الحرارة. اذكر مثال مادة جيدة توصيل للحرارة. الحديد، ذهب، نحاس، ألمونيوم، جميع المعادن. برافو عليك. عمر يلا يا عمر. قانون الكثافة. برافو عليك. كثافة تساوي كتلة على حجم. طب لو أنا سألتك وحدة قياس الكثافة؟ جرام لكل سنتيمتر مكعب. برافو عليك. جرام لكل سنتيمتر مكعب. فين عزت؟ يلا يا عزت. ابدأ معلومات الاحتفالات بغاز الهيليوم والهيدروجين. لأن الهيدروجين أو الهيليوم قد تبقى أقل من كثافة الهواء فتصعد في الهواء. برافو عليك. فتصعد إلى أعلى. برافو عليك. برافو عليك يا عبد الرحمن. قارن بين النشاد والماء من حيث الذرات. عايز الماء والنشاد من حيث عدد الذرات. الماء H2O. برافو عليك. تمام. NH3. تمام. بس هو مش عايز الرمز، عايز عدد الذرات. يعني الماء H2O كام ذرة؟ 3. 2 هيدروجين، 1 أكسجين. أما النشادر NH3 4 ذرات، 1 نيتروجين و3 هيدروجين. يلا كمان سؤال. عمر. برافو عليك. لحمايتها من الصدأ والتآكل. عمر أو علي. اختار واحد. مين؟ عرف الكم أو الكوانتم. هي الطاقة التي يكتسبها أو يفقدها الإلكترون ينتقل من مستوى طاقة إلى مستوى طاقة آخر. برافو عليك. والله أنت شربات يا عبد الرحمن. عبد الرحمن هاني فين؟ مثلا مادة صلبة ولينة ودرجة الحرارة عادية. مادة صلبة ولينة في درجة الحرارة العادية. مادة صلبة ولينة في درجة الحرارة العادية. المطاط. برافو عليك. المطاط. يلا عايزين نهزمه بالأسئلة. عبد الرحمن عمر محمد فين عمر؟ يلا يا عمر علي صوتك. نعم. عرف ثواني. عرف الذرة المثارة. هي ذرة اكتسبت كما من الطاقة التي تنتقل من مستوى الطاقة إلى مستوى طاقة آخر. هي ذرة اكتسبت كما من الطاقة
انما اللي بينتقل هو الالكترون مش الذره. يبقى الذره ذره اكتسبت كم من الطاقه؟ ها عبد الرحمن حسن. يلا عبد الرحمن. قارن بين المادة الصلبة والغازية. من ناحيه اختار حاجه، قارن من حيث ايه؟ المسافات البينيه مثلا. من حيث المسافات البينيه، الماده الصلبه المادة الصلبة المسافات البينية متقاربة جدا. يعني ايه كبيره ولا صغيره؟ كبير. لا صغيرة جدا تكاد تكون منعدمة. المادة الصلبة المسافات البينية صغيرة جدا تكاد تكون منعدمة. الحالة الغازية بعيدة جدا تكاد تكون منعدمة. كبيرة جدا، مش بعيدة، كبيرة جدا، أكبر ما يمكن. كبيرة جدا، المسافات البينية كبيرة جدا، أكبر ما يمكن. ها الاي رمز الذهب. الذهب قلنا بلاء. خلاص بقى احنا أسئلة كتيرة رموز، اختاروا حاجة تانية. ها عبد الرحمن محمود. يلا يا عبد الرحمن. اللي يكون صناعة بصنعة اللي يكون صناعة الإنسان لتشكيلها وصناعة السبائك، لسهولة تشكيلها وصناعة السبائك. طب عبد الرحمن، صناعة السبائك يا شباب، عبد الرحمن صناعة السبائك زي سبيكة ايه؟ نيكل كروم المستخدمة في صناعة ملفات التسخين. برافو عليك، ملفات التسخين. وسبيكة ايه كمان؟ الذهب والنحاس. الذهب والنحاس المستخدمة في ايه؟ الحلي. في صناعة الحلي. برافو عليك. ها كمان سؤال. عمر، اذكر سائل يتكون من ذرة واحدة. برافو عليك. أما لو ذرتين؟ في ذرة فلو. البروم. ها كريم. اذكر مثال. اذكر غاز خامل؟ لا. ها غاز كثافته أقل من كثافة الهواء. غاز كثافته أقل من كثافة الهواء. ها هيليوم أو هيدروجين. تمام. ها سؤال كمان. صالح. يلا يا صالح. أسلاك الكهرباء من النحاس أو الألمنيوم. علل. تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس أو الألمنيوم. ها لأنها جاية توصيل للكهرباء. برافو عليك. ها عبد الرحمن هشام. عرف العدد الذري. هو عدد البروتونات الموجبة داخل النواة أو عدد الإلكترونات السالبة الموجودة خارج النواة. برافو عليك. ها كمان سؤال. عمر. يلا يا عمر. مثال واحد لغاز خام. نعم الزينو. ممكن نقول أي حاجة من الست: هيليوم، نيون، أرجون، رادون، زينون، كريبتون. أي واحدة من دول صح. مثال غاز أكسجين، هيدروجين، برافو عليك. ها كمان سؤال. مجموع أعداد البروتونات أو النيوترونات داخل النواة. مجموع أعداد بروتونات ونيوترونات داخل النواة. أعتقد كده عبد الرحمن بصراحة بسم الله ما شاء الله عليه. عايزين نشجعه، نعمل سباعية. ابتدي. شكرا يا عبد الرحمن.